مرحبا رمضان. أوقات كتير بنكون مضغوطين محتاجين نفضفض مع حد. في ناس بطبيعتها بتحب تتكلم تقول اللي جواها، وناس تانية كتومة جدا، بس الاتنين في حالة تعب. اللي اتكلم مع حد ممكن ما يفهموش أو يحس بيه، واللي ما اتكلمش بيبقى حزين ومهموم. اللي جوانا محتاج يطلع. ما أجمل إن يكون عندنا رب كريم سميع بصير نلجأ إليه وقت تعبنا وحزننا. الدعاء هو بابنا كلنا للراحة، ما أعظمها من راحة حين تعلم أن لنا ربا نلجأ إليه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان دايما بيقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. عارف إيه أكتر حاجة هتريحك وإنت بتدعي؟ اليقين. أيوة، اليقين. اليقين إن دعائك مستجاب. ابن القيم في كتابه الداء والدواء كان دايما بيقول إن للدعاء 3 مقامات: أولها إن يكون الدعاء مستجاب، تاني حاجة إن ينزل الاختبار والدعاء يخفف عنك شدته، أو يفضل الدعاء والقدر بيتصارعوا هما الاتنين إلى يوم القيامة. أنت في كل الأحوال كسبان كسبان، مرتاح إنك فضفضت، أخدت حسنات عن دعوة متشالة ليوم القيامة، أو اللي طلبته جالك بفضل الله وقدرته. في سورة البقرة، سورة الاستخلاف في الأرض، اللي بتقولك أنت جاي ليه ودورك إيه، فيها آية الله على جمالها لما تسمعها بقلبك وعقلك ويقين إن ربك قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعي وكلك يقين إن رب العالمين باسمه المجيب هيجيب دعوتك. في علم النفس الإيجابي مرحلة بتوصلك لأقصى درجة من السعادة بنسميها الفلو أو التدفق. عارف إنك لما بتدعي بيقين وقلب بتوصل للمرحلة دي من التدفق، ممكن تلاقيك واقف أو راكع أو ساجد أو حتى قاعد فترة من الوقت وإنت مش حاسس كم من الوقت عدى، بس بتقوم بعدها وكلك راحة واستعداد لبداية جديدة. استغل آخر 10 أيام في رمضان، هي أعظم أيام الأرض، فيها ليلة خير من 1000 شهر، لعلك توصل لها بدعوة صادقة من القلب كلها يقين بعظمة ورحمة الخالق.